هاي، عاملين ايه؟ معانا النهارده الكشري المصري. معانا بصلتين تقطيع جوليان، وكوبايه من العدس، ونص كوبايه من الحمص، وهنا انا نقعيهم. تمام. وهنا بقى هنحمر البصله وعليهم رشه من النشا، وطبعا زيت البصل هو البطل معانا النهارده. وهنا بغلي الحمص، وهنا بغلي حوالي نص كيلو من الطماطم. وهنعمل بقى الصلصه 3 معالق كبار من الزيت البصل، وعليهم 4 فصوص من الثوم، ومعلقه صغيره من الصلصه، واشوحهم. وهنزل بعصير الطماطم. والبهارات بقى معلقه صغيره من ملح، كمون، كزبره، بابريكا، معلقه من السكر. وهنا بقى نعمل الدقه: 3 معالق كبار من الزيت، وفصين من الثوم، وكوبايه ميه، ويغلوا غلوة. وبعدين هقفل واحط عليهم ربع كوبايه من الخل، وبرده الصلصه هقفل عليها واحط معلقه من الخل. وهنا بقى هنجيب نص كوبايه من الزيت، يعني زيت كتير من زيت البصل طبعا، وهنحط عليه نص كوبايه من الشعريه، وكوبايتين من الرز. وهشوح طبعا كويس جدا واشربهم الزيت. وبعدين بقى هحط كوبايه العدس، وهقلبهم واشوحهم كويس جدا مع بعض. وهنا بقى هحط التوابل، الملح وكمون. وبعدين هنزل عليهم بالميه السخنه حوالي 4 كوبايات الا ربع، 3 كوبايات ونص كده. وهوطي عليهم تماما. وما شاء الله تبارك الله، رز مفلفل وزي الفل. وده بقى كده الشكل النهائي. وبالهنا. وما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير. وباي باي.